ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل المحوجة الصفراء او القرصة الصفراء بالطريقة البورسعيدي او بالطريقة الدمياطي. هنعرف كل اسرارها في الفيديو ده وازاي تطلع معانا زي الجاهزة واحلى كمان. شايفين ما شاء الله شكل القرصة الصفراء؟ شايفين قلبها من جوه ما شاء الله؟ طعمها حلو قوي واحلى من الجاهزة. هتعمليها في البيت واحلى ما هتشتريها كمان. عندنا نص كيلو من الدقيق، عليه كوب ونص من السكر البودرة. عندنا التحويجة نص كوب من تحويجة القرصة الصفراء، نص كوب من السمسم، نص كوب من جوز الهند، معلقة كبيرة ونص من حبة البركة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلب كده كله مع بعضه وهنضيف معلقة صغيرة من الكركم. هنقلب كده كله مع بعضه، وبعد كده عندنا نص كوب من الزيت ونص كوب من السمنة. هنبدأ نسيح السمنة كده مع الزيت، ونبدأ اللي احنا نقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما تكون عندنا العجينة شبه الرملة المبلولة. هناخد كده كورة منها زي ما انتوا شايفين ده كده بيكون شكلها. بعد كده هنبدأ نضيف ربع كوب من العسل الأسود وهنوزعه زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ اللي احنا نخلط كل المكونات مع بعض. عندنا صاج مقاس 30 في 40، ونبدأ نوزع كده كويس بالتساوي ويكون كله سمك واحد. بعد كده قبل ما ابططها هبدأ اللي انا احط عليها كده رشة من البندق المجروش، وممكن نسيبها سادة. بعد كده ممكن اللي انا اكبسها باي مردانة او نشابة، او ممكن اللي انا اكبسها بصينية اصغر منها. اهم حاجة اللي احنا لازم نكبسها كويس جدا. بعد كده هنجيب ظهر معلقة ونبدأ ننزل الحرف بتاع الصينية كده لتحت. بعد كده هنجيب سكينة ونبدأ اللي احنا نقطعها كده مكعبات، او نبدأ اللي احنا نقطعها مثلثات زي ما تحبوا. هبدأ بعد كده اللي انا اقطعها بالعرض، وابدأ بعد كده اقطعها بالطول. بعد كده عندنا فرن شغال قبلها بربع ساعة على حرارة 200. بدخل الصينية في الرف اللي في النص. اول لما الحرف يفصل معايا ويبقى لون ذهبي هشغل عليها الشواية على الهادي خالص. بتقعد في الفرن من حوالي 20 دقيقة ل25 دقيقة، وده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. ببدأ أعيد على التقطيع تاني وهي سخنة، مش بسيبها لما تبرد، بقطعها وهي سخنة. شايفين ما شاء الله بتتشال معايا من الصاج بكل سهولة. شايفين ما شاء الله شكلها من فوق ومن تحت ما شاء الله زي الجاهزة وأحلى كمان. شايفين شكل قلبها من جوه ما شاء الله قد ايه احلى من الجاهزه كمان. وهتعمليها في البيت ومقادير سهله وبسيطه ومش هتشتريها تاني. شايفين ما شاء الله شكلها؟ شايفين شكل القلب بتاعها من جوه ما شاء الله؟ طعمها بجد حلو قوي، وهستناكم تجربوا.